الجديد يقول رفيقك وابن عمك تحمل لهم ثنتين، تحمل خطأ العمد وتحمل خطأ الزلة، تجاوز وسامح، والخطأ عثرة المخطين ما يلحق، لا سامحت شكها ولا ذله، لا تحسب خطأ الأقصين حسبة خطأ الأدنين، هذا تقدر تعقده وإذا تقدر تحله، ما يرفع مقام الوافي إلا خطأ الهافين، لمنه دعس له تحت رجلها ودبل له، وإذا جاه زلة وافي في زلة الوافين ما به كامل إلا الله وسنة رسول الله. زمانك تغير والعرب فيه من نوعين، أحد يبري العلة وأحد في النحر علة، وترى الأولين أحسن بواجد من التالين، يفرقهم الموت وتجمعهم الدلة على الطبع واحد، في زمان القساولين وعاشوا على الملة وماتوا على الملة، ولا فيهم اللي يقسم صفوفنا صفين، ولو يصل الموضوع لطعنة السلة، يحلونها في يوم وانطولت يومين، ولا يطلعون إلا ولو ضاع من حله، لا هي بتسهر عين ولا بترقد عين، وابن عمهم ما جاه نومها على حله، رجال على الملعلة والمفاضارين محاسنهم كثار وعذاريبهم قله، وذا الحين يا كثر الخطايا وقل الدين، هذا يشعل الفتنة وهذا يطبل له، خذ الكبر والزودة وقلة الأدب روتين، وصاروا خراب الناس والمجتمع كله، عن الدين والعادات والمعرفة لاهين، عن الدين والعادات والمعرفة لاهين، ولا عندهم في السلم والمعرفة قله، زمان الرخاء ماش وزمان القساء ماشي، مثل سبحة فوق السراميك من فله، لمنه جمع له منهم الواحد ريالين، تقول انه اللي حرر القدس واحتله، وهو ما لحق ريال من دون وجه دين، ولا يعرف الواجب ولا هو يندله. كثير العرب تلقاه شارف على 50 ولا له مع الأجواد فعلا يسجل له، على كل فعل ما ينومس طويل يمين، وعلى كل فعل يرفع الراس لا بالله، وين يودي الرجال بالله وجهه وين، وهو لا لقى المنقود دنق لها وشله، ولا أدهى ومر إلا سواليف أبو وجهين، ولا أدهى ومر إلا سواليف أبو وجهين، على الفتنة تقول إن قلبه على مله، لما قابل الوافي ضحك له بوجه زين، وإذا غاب قام يعذبه جعله افدله، يشب المشاكل شبة النار بالبنزين، ولو يحترق ثوبه من النار ما بله، مع الأجنبي مثل العسل، لو جنبه شيء وابن عمه تقول انه اكبر عدو له.